بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة. أنا أحمد شريف أحييكم برفقة الزملاء في الطاقم الفني والإدارة في قناة سلام، وهذه الحلقة أي رقم 148 في برنامج مع اللغة العربية. فأهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة نبدأ البرنامج ونختتم بها، تأكيدا على أن العربية لسان، وليست العربية لأب ولا أم، إنما العربية لسان، وكل من تحدث العربية فهو عربي، ولذلك كل مسلم يعتبر عربي كما ورد في الأثر. أيها السادة والسيدات، لعلكم تذكرون في واحدة من الحلقات السابقات دخلت علينا أو دخل علينا الجزء الثالث للقاء مع الصحفي الكاتب الروائي زميلنا الأستاذ محمد صالح علي حيدر. في الجزء الثالث قطعنا التسلسل الذي كان الفروسية أو شعر الفروسية في لدى الشاعرين أبو طيب المتنبي وأبو العلاء المعري. تحدثت بكل سعادة عن جدنا المرحوم أبو طيب المتنبي، وهو جد كل شاعر مجيد في هذه اللغة العربية. تحدثنا عن الفروسية في شعره، وكنت قد وعدتكم أن أتحدث نقلا عن دراسة علمية للفروسية، لأنها كانت الدراسة دراسة مقارنة بين أبي الطيب المتنبي وأبي العلاء المعري. وعدتكم أن أتحدث نقلا عن الدراسة عن فلسفة، أو عفوا عن الفروسية في شعر أبي العلاء المعري. ولكن قبل أن أسجل الحلقة، على الرغم من أنه كنت مجهز الحلقة، بحثت عن أبي العلاء المعري. يعني قرأت له، أعدت قراءة يعني ما ترسخ في الذهن سابقا منذ سنوات، وكنا نراه شاعرا مجيدا وشاعرا فيلسوفا، ما في شك في ذلك. لكن لأن هذه القناة برضو أنا أحترم رسالته وأحترم مبدأه، لأننا هنا نلتزم بقيم الإسلام وتعاليمه، وهي غاية كل مسلم حريص على دينه ومعتقده. فلم أطمئن عزيزي المشاهد أن أتحدث عن نقدم ذلك الشاعر الفيلسوف. من الناحية الشعرية هو شاعر مفلق وشاعر مجيد، ما في شك، أبي العلاء المعري. ولكن في البعد الديني وفي رؤيته في مسألة الأديان بشكل عام، ونقده ورسالته وموقفه من الإسلام تحديدا، فيه شيء من ما لا يطمئن له القلب. لذلك أعتذر عن السادة المشاهدين، سوف لن أتحدث في هذه القناة تحديدا عن أبي العلاء المعري، على الرغم من الإيمان بشاعريته وفلسفته ولغويته وحكمته، لكن بالمنظور الديني الذي أعتز به، فأبي العلاء المعري هذا ليس مكانه. ولذلك اسمحوا لي سأصرف النظر عن ذلك. طبعا هذه لابد أن نقولها تمليكا للمشاهد الكريم الحقائق والمعلومات، وتأكيدا على أن المشاهد له عندنا نحن كإعلاميين محترفين غاية الاعتبار وغاية الاحترام. لا يمكن أن تعد المشاهد أيا كان عدد المشاهد، حتى لو كان واحدا، تعده بشيء ثم تخلف، والمؤمن إذا وعد لا يخلف. يعني هذا المبدأ. وأنا دوما أقول يعني كل علوم الدنيا موجودة في هذا الدين الحنيف،
وفي القرآن الكريم، لأن ربنا قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. من شيء، شيء ده يعني تدخل فيها كل العلوم والرؤى والفلسفة، كل علوم الدنيا وما الموجودة الآن والذي قادم. وبالتالي يعني أنا أقول أكبر نظرية في الإعلام، أكبر نظرية، طبعا هنالك نظريات في علم الإعلام وكتب، لكن أقول يعني في ناس يرجعوا، يعني ده على هامش الحلقة عزيزي المشاهد، يرجعون نظريات الإعلام إلى علمين أساسيين، هما علم الاجتماع وعلم الفلسفة. لكنني أطمئن تماما وأقول إنه النظرية الكبرى، النظرية رقم واحد في الإعلام، موجودة في القرآن الكريم يعني. والقرآن الكريم علمنا أن نكون صادقين مع المشاهدين الكرام. المؤمن إذا وعد لا يخلف. وأنا كنت وعدتكم أن أتحدث نقلا عن دراسة علمية عن شعر الفروسية لدى أبي العلاء المعري، مقارنة مع أبي الطيب المتنبي للدكتورة عبير التي أشرنا إليها في حلقات سابقات. لكن لذلك الإيمان الذي أنا ألتزم به واحترم رسالة القناة واحتاف وهكذا، سأدلف وسأصرف عن الحديث عن أبي العلاء المعري، لأنه في إيمانه بالدين وبالإسلام وبالحساب والغيبيات وما إلى ذلك، لا 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 يعني قال فيه العلماء كثير، ولذلك نحيت عن ذلك الطريق. طيب، ماذا سنقدم في حلقة اليوم؟ لعلكم تذكرون أيها المشاهدون الكرام، هذه هي الحلقة رقم 148 بحمد الله سبحانه وتعالى عبر هذه القناة المباركة. أنا قلت سأتقفى أثر الأدب وخاصة الشعر لدى هذه الدول العربية، والدول العربية 23 المعترف بها طبعا في جامعة الدول هي 22، لكننا نطمئن على أن إريتريا هي عربية بالحديث التي تلوناه يعني. وبما هو أبعد من ذلك كذلك، يعني حضاريا وثقافيا وتاريخيا، إريتريا شعبها 80 90% ينتمي إلى الجذور العربية تاريخيا وحضاريا. وبالتالي فيما يتعلق، أنا أقول أنه نحن بدأنا الحديث عن الأدب العربي في إريتريا، يعني عن الأدب المكتوب. أول دولة تحدثنا عنها كدولة عربية، طبعا الشعوبيون سيقولون هذا الرجل يقول إريتريا دولة عربية وهكذا. منطلقاتنا هي دينية. إريتريا دولة عربية في قارة إفريقية ككثير من الدول العربية الموجودة في القارة الإفريقية، وفي كذلك في المناطق الأخرى. بالتالي أنا أقول بدأت، ويمكن الحلقات التي قدمتها 148 حلقة، كم و90% من تلك الحلقات كلها كانت عن اللغة العربية في إريتريا، وبالتالي أعطينا ملامح بالذات في ما يتعلق بالشعر وغير الشعر كذلك. وهذه تعتبر برضو خصوصية لإريتريا، لأننا ننتمي إلى ذلك البلد العزيز، وذلك البلد الشامخ بتاريخه العروبي وبأفريقانيته كذلك. اليوم سأتحدث عن الدولة التي لا تحتاج أن يقولوا عليها عربية وما إلى ذلك، هي الجمهورية اليمنية. والجمهورية اليمنية كثيرون يعني تقول مثلا جمهورية مصر العربية، سوريا العربية، هكذا في كثير من الدول بتدخل كلمة العربية. فسئل أحد اليمنيين، أعتقد هو من اللغويين أو من الساسة الحكماء يعني، فقيل له لماذا لا تدخل اليمن العربية؟ فقال لهم اليمن لا تحتاج إلى أن تضيف عليها عربية، حيث الأمة العربية العاربة والمستعربة كلها جذورها اليمن، كل هؤلاء خرجوا من اليمن، وبالتالي اليمن دولة عربية يعني. فالجمهورية اليمنية كفاية، لا تحتاج، والمعروف لا يعرف
عند العرب يعني لغة، وهذه لغة غنية طبعا. ولذلك اليوم سندلف إلى اليمن السعيد، اليمن الشقيق. سنقدم ملامح عن، طبعا عندما نقول الأدب، الأدب هذا كل ما أنتجته قرائح الأدباء من شعر ونثر بقسميهما، والذي يحدث لذة فنية عند السامع والقارئ. هذا هو تعريف الأدب بعمومياته. الأدب يعني كل ما أنتجته عقول الأدباء من شعر ونثر بقسميهما يعني، وبالأقسام الكثرى التي تفرع عن النثر والشعر. ولذلك صعب أن نلملم أطراف الأدب في دولة ما، لكن أنا سأركز في قضية الشعر، لأن الشعر يعتبر أسمى وأرقى الأسلوب الأدبي في أي مجتمع من المجتمعات. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن ينفي شيئا أن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، لم يقل وما علمناه الرواية وما علمناه فنون الأدب التي نسمعها اليوم، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن إلى آخر الآية. فنفى الشاعر يعني المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الشعر يعتبر هو أرقى أسلوب الحديث. وأنا أقول بعد القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف يأتي في مرتبة البلاغة والفصاحة، وذلك كلام الله سبحانه وتعالى وحتى الحديث، ولكن يأتي في المرحلة الثالثة من حيث البلاغة والإيضاح والإفصاح الشعر. والناس عندما يستشهدون في في معلومة لغوية تحديدا في اللغة العربية، عندما يريدون أن يؤكدوا قاعدة بلاغية أو قاعدة نحوية أو شيئا من ذلك بفروع البلاغة والنحو، على طول أول شيء يرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، كما ذكر الحق سبحانه وتعالى في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ثم يدلفون، تستشهد بحديث نبوي شريف يعني لقاعدة بلاغية ونحوها، هذا غير التوجيه الإيماني والأوامر والتعاليم الإسلامية، الدين الإسلامي الحنيف يعني. ثم يستشهدون بالشعر، فالشعر يأتي حتى في ألوان الاستشهاد تأتي بالشعر كما قال الشاعر. طبعا من الصعوبة جدا تستشهد بالشعر الحديث، وأي شيء لا يستشهد به ففيه شيء من الخلل يعني. أنا لم أقرأ لتثبت قاعدة بلاغية أو قاعدة نحوية أن تستشهد بالشعر الحديث أو بالشعر المنثور أو بمثلا حتى شعر التفعيل يعني. شعر التفعيل لا يمكن أن تستشهد به في قاعدة نحوية بلاغية. لا بد أن تذهب إلى الشعر الرصين، الشعر المعروف، الشعر العربي بتراكيبه وبحوره وقواعده ومنهجه وأسلوبه. لا يمكن أن تستشهد لا بشعر حديث ولا بشعر التفعيلة ولا بشعر الهايكو ولا بشعر يعني زي ما قال أحد الشعراء الكبار: لعن بالشعر عاث به أناس يعني. فلذلك الشعر الموزون المقفل الملتزم، الشعر يعني لمح تكفي إشارته يشير إلى التمام بلا تمام. ولذلك يأتي الشعر في مقاييس الاستشهاد وضبط اللغة نحويا ولغويا وما إلى ذلك. تقول قال الشاعر كما قال الشاعر في البيت الفلاني وهكذا. ولذلك أنا سأتقفى الشعر يعني، سأترك النواحي المجالات الأخرى أو الأنواع الأخر في آه، الشعر أو في ألوان الأدب. ولذلك اليوم بكل اعتزاز وشموخ سأتحدث عن الشعر، مراحل تطور الشعر اليمني الحديث، قراءة تحليلية، وهي للدكتور
عاطف عبد اللطيف السيد، أستاذ مساعد بقسم الأدب والنقد، كلية اللغة العربية، فرع الزقازيق، العدد الخامس عشر. لكن قبل أن ندخل إلى، يعني طبعا هي دراسة علمية تحليلية، لا يمكن أن نقدمها، هي دراسة مطولة، لكن يعني ناخذ ملامح عن شعر تطور الشعر اليمني الحديث. لكن قبل هذا وذاك دعوني أسجل باسم المشاهدين وباسم هذه القناة المباركة، قناة سلام، رسالة معزة وشكر وتقدير واحترام الإخوة الأشقاء اليمنيين الإريتريين من أصول يمنية. طبعا يعني يكون من الجحود والنكران يعني لأي إريتري، أنا أقول هكذا، يعني يؤمن بالله ورسوله وكتابه المنزل، ويقدر ويقدس هذا الدين الحنيف، ويكون إريتريا في هذه المسائل الدينية، إذا لم يقدم واجب الشكر والتقدير للإخوة اليمنيين الإريتريين من أصول يمنية، أنا أحسب أنه يعني مقصر، وعليه أن يعني يعيد النظر في ما يدلف إليه ويقدمه. لماذا أقول ذلك عزيزي المشاهد؟ من خلال الوقائع والمشاهد التي رأيناها داخل البلاد. طبعا إن الدين عند الله الإسلام، والله سبحانه وتعالى حامي دينه، ولكن بكل ثقة واطمئنان أقول كان للإخوة اليمنيين، للأجداد والآباء الذين وصلوا إريتريا منذ عشرات بل مئات السنين، منذ أن خلق الله حاجة اسمها إريتريا، واليمن هي أقدم الشعوب، فلأنه القرب من باب المندب وما إلى ذلك دخلوا إلى إريتريا، يمكن من أوائل الشعوب التي دخلت إريتريا. فنشروا نشر أولئك اليمنيين الذين دخلوا إريتريا منذ أقدم العصور، نثروا شيئين، يعني ثبتوا أشياء. أولا يعني دعموا التجارة وأثبتوا أركانها وأوتادها في البلاد، والناس تعرفوا على التجارة وأسلوبها وفنونها وما إلى ذلك. هذه وقائع تاريخية وحقائق لا ينكرها شخص يعني يود أن يتعرف. هذا هذه ناحية. طبعا هم نشروا أشياء كثيرة، نشروا كذلك وثبتوا اللغة العربية التي نتحدث بها، وهي ليست يعني لم تأتي مع أولئك اليمنيين، ولكن الجذور كانت موجودة، وحتى جذور عدد هائل من القبائل في إريتريا هي أصول عربية كما قلنا، وطالما هي أصول عربية أصول يمنية يعني. لكن دخول اليمنيين بلغتهم يعني نشروا هذه اللغة العربية، فكان لهم دورا كبيرا في تثبيت دعائم هذه اللغة العربية. ولغتنا نحن في إريتريا اللغة العربية هي أقرب إلى اللسان اليمني يعني في الغالب يعني. ف وما في مدينة في إريتريا بالمناسبة، لا توجد مدينة ولا قرية في إريتريا لم تطأها أقدام اليمنيين في أي منطقة. فلذلك ساحوا في البلاد، فنشروا التجارة ونشروا اللغة العربية. مع ذلك برضو دعموا الإسلام، دعموا الإسلام لأنه كان عندهم فلوس وتجار. اليمن يأتي عادي جدا، ولكن عنده العقلية التجارية والعمل والانخراط في المجتمع، ما إلى ذلك شيئا فشيئا يصبح من رجال المال والأعمال في أي مدينة، أي قرية، أي شبه قرية أقام بها، حتى ولو لسنوات معدودات يعني. لذلك امتلكوا المال بكدهم وعرقهم وجهدهم، والتهيئة يعني أنهم مهيئون يعني أن يعملوا في التجارة، فسخروا أموالهم لدعم إما المعاهد أو المساجد
والأوقاف والمدارس. وهي اللغة والإسلام ده يثبت إزاي يعني؟ ما هي واحدة من هذه الأشياء. هؤلاء الأخوة الإريتريون من أصول يمنية دعموا هذه المحاور أو الاتجاهات أو المرافق. كثير من المعاهد الدينية دعموها الإخوة بل اشتروا أرضها. كثير من المدافن في إريتريا للمسلمين كانت بأموال إريتريين من أصول يمنية. وأشير إلى مقبرة الشيخ الأمين الموجودة في العاصمة الإريترية أسمرة، حيث يدفن المسلمون الراحلون إلى الدار الآخرة في مكان واحد، إلا تلك التقليع الجديدة بالشهداء وما إلى ذلك. مقابر الشهداء الخاصة بالمجموعة الحاكمة أيضا من المقاتلين يدفنوا في مقابر الشهداء، هكذا تم التسمية. وهنالك من العساكر برضو الذين إذا طالبت أسرهم أن يدفنوا في مقابر المسلمين في الشيخ الأمين يدفنوا. المعلومات تقول أن رجل الأعمال بحبيش، وأرجو أن أكون آه، يعني الاسم إن شاء الله ما أكون، لكن أعتقد جازما أنه كان الدور القدح المعلى في شراء الأرض ومساحتها قرابة 10 أفدنة أنا في تصور ومما عرف الناس أسمر إلى اليوم يدفن المسلمون في مقابر الشيخ الأمين، هكذا سميت وأنت ماشي إلى أخرية عبر هداق حموس فمعروفة بالقرب من مدرسة المدبرة الإسلامية قديما، وطالع من الجالية مثلا جامعة الجالية العربية. فانظر إلى هذا الفضل الكبير، بينما الإخوة المسيحيين يدفنون في أماكن عدة، المسلمون يدفنون في أسمرة في مكان واحد. وأنا أتخيل أقول يا ترى لو لم يتم شراء تلك الأرض بمال مع بمال ضخم يا ترى كيف كان حال الناس اللي يتوفوا في أسمرة، حيث يدفن المؤمن في مكان وفاته الأخوة المسيحيين طبعا يذهبون إلى مساقط رؤوسهم، هكذا هي العادة والتقاليد عندهم، لكن بالنسبة للمسلمين كلهم يدفنوا هناك. فهذه الأرض يعود الفضل لليمنيين من أصول للإرثين من أصول يمنية أن يدفن المسلمون حتى اليوم في مقابر الشيخ الأمين، ملاصقة مع ملاصقة لمسجد خالد بن الوليد. أما المساجد التي ساهم فيها المال اليمني الإريتري فحدث ولا حرج على امتداد الوطن والأوقاف التي العقارات سواء كان عقارات تجارية أو عقارات سكنية، فالمال اليمني الذي تبرع به أولئك لخدمة الإسلام وتركيز الإسلام في البلد حدث إلى يوم غد لا تستطيع أن تحصر وتعمل إحصائية. ولو كانت أمورنا على ما يرام كان يمكن أن تعد دراسات علمية بأمانة أنا أقول هكذا حول دعم الإريتريين من أصول يمنية لأي مرفق من المرافق التي تحدثنا عنها. مسائل لما ترقى إلى مستوى الدراسات العلمية ده أكيد أنه هنالك شيء كبير تم إنجازه. أضف إلى ذلك المدارس التي أنشئت، وأشير إلى مدرسة الجالية العربية في أسمر التي تخرج منها آلاف حفاظ لكتاب الله، تخرجوا من مدرسة الجالية، بدأوا في مدرسة الجالية ثم ارتبطوا بهذه اللغة أي ارتباط، وعندما خرجوا إلى دول الخليج وأي دولة أخرى كثيرا أعرف من حفاظ كتاب الله. هنالك الكم الهائل من الأدباء والشعراء والكتاب في مختلف مضارب الفن الكتابي
هذا بخلاف العلماء من أطباء ومهندسين. فمدرسة الجالية العربية التي أسستها الجالية اليمنية، وسميت هكذا الجالية العربية، في مدرسة الجالية العربية في أسمرة، تخرج منها آلاف كما قلت، ودرسوا فيها عدد من أولئك المعلمين، سواء كان يمنيين إريتريين من أصول يمنية أو إريتريين. فكانت هي متنفس العروبة وتثبيت دعائم العروبة في إريتريا، مدرسة الجالية العربية. صرح شامخ تهاوى بفعل السياسة الضيزة التي تحكم البلاد اليوم. وأنا هنا لا أبرئ ساحة أولئك الذين ساهموا في هدم ذلك الصرح بعد العام 91. وهنالك الذين كتبوا بالعناوين البارزة في الصحف الناطقة بالعربية: مدرسة الجالية العربية صرح يتهاوى، فهل من منقذ؟ بفعل فاعل، سيناريو مؤامرات يعني حركتها الدولة الحاكمة أو المجموعة الحاكمة، حركت تلك الأقلام في الصحف العربية، إذاعة وتلفزيون وما إلى ذلك، وحتى على صحيفة إريتريا الحديثة. فكيل ما كيل من الاتهامات والمزاعم والتلفيق، حقيقة زورا وباطلا وبهتانا، فقط ليسوغوا للطغمة الحاكمة أن تلتهم وتقضي على ذلك الصرح بأن تؤمم وتعاد تخش ضمن المدارس الحكومية. يخرج المنهج العربي الذي كان في مدرسة الجالية العربية فيدخل المنهج، هذا المنهج الذي تاهت فيه الأمة الإريترية ردحا من الزمن يعني. فكان المنهج المصري، والطالب في مدرسة الجالية العربية كان يمتحن الشهادة المصرية ويلتحق بالجامعات المصرية وغيرها يعني. فمنهج كان منهجا قويا، مصر العربية الرائدة يعني، والمعلمين والبعثة المصرية ورواتب الأساتذة وكله كان يأتي من هناك، والسخاء العربي اليمني الإريتري موجود. وقد شرفت والله يعني، بحمد الله يعني، أن كنت ذات يوم ضمن طاقم المعلمين في مدرسة الجالية العربية في العام 91 لحد 92، عاما واحدا يعني. وكانت عام استراحة لنتأمل المشهد الوطني ونتعرف من على القرب البعد على المجموعة الحاكمة، حيث لم يكن لي عهد بمعرفتهم من قبل، ولم أتي إلا لبناء للمشروع الوطني يعني. فقلت أستريح هناك، وكانت استراحة في مكانها الصحيح يعني. وشرفت أن درست اللغة العربية في تلك المدرسة، المرحلتين الثانوية والإعدادية يعني، 4 فصول، عاما واحدا. كان عاما جميلا يعني بأمانة يعني، وأنظر إلى وزارة الإعلام من على البعد يعني. وهناك تعرفت يعني، صحيح، اللجنة يعني التي كانت تشرف وتدير كلهم كانوا من الجالية اليمنية، مع عدد يعني نفرين مثلا من أبناء من غير الإريتريين، من غير الأصول اليمنية. ولكن التاريخ يحفظ أن تلك المدرسة كانت الشعلة المحافظة على بغى هذا اللسان يعني، مع غيرها من الخلاء والمعاهد. وأنا على علم تماما أنه الجالية اليمنية حتى في أسمرة كانت تدعم عدد من المعاهد داخل أسمرة وغيرها. معهد الدي سالم مثلا كان في قزمند طليان، ومعهد آخر. وأما المعاهد في المدن الأخرى، المعهد الدين الإسلامي في أغرداد، ومعهد وازنتت، ومعهد عنسبة، والمعاهد حتى في مدينة كرن كان كم هائل من المعاهد يعني. وأذهب إلى بقية في مصوع وفي جندع، كل المدن كان بها معاهد. وكان المال اليمني الإريتري موجودا وبسخاء يعني. فمدرسة الجالية العربية يعني يحفظ التاريخ، والله يكفي الإخوة اليمنيين شرفا وعزة وتاريخا فقط لو لم يعملوا إلا مدرسة الجالية العربية. فما بالك مساجد ومعاهد والمدرسة والتجارة كما قلت، وتثبيت هذه اللغة العربية. ومع الأسف الشديد كنا شهود عيان برضو، صرح الجالية يتهاوى، كتبوها بالبونت العريض،
مدرسة الجالية العربية صرح يتهاوى، فهل من منقذ؟ والذين كتبوا اليوم هم مغيبون مع الأسف الشديد يعني. روجوا وتحدثوا وعملوا وبتاع، وطلب مني والله، وأنا أقول والله على ما أقول شهيد، طلب مننا أن ندلي بشيء لأنه كنت في مدرسة الجالية العربية بدرجة الإملاء يعني. أيوة، لا ولا بد أن تقول كذا وكذا. فتمنعت والحمد لله يعني. أنا لا أقول ما لم أشاهده يعني. وفي ذلك خطورة عليك يعني، يمكن أن تؤخذ على غيره، لأنه الهدف كان السطو والتأميم وهد ذلك الكيان فقط، ما تكون المدرسة الجالية العربية. تغير إلى مدرسة الأمل، حيث لا أمل حقيقة يعني. ولو بقيت مدرسة الجالية العربية يا أخي أنت أشرف عليها خلاص، قلت هنا. وهل يمنع أنه إريتريا الحرة وتكون في جالية يمنية؟ إيش المشكلة يعني؟ ما موجودين نحن الآن، نحن أستراليين لكن جالية إريتريا، وهكذا وفي كل البلاد موجودة يعني، وهم إريتريون وقد أبلوا بلاء حسنا في تاريخ الثورة والنضال والاستشهاد. كم هائل والله، لو بدأنا نذكر شهداء الثورة من الإريتريين من أصول يمنية، يعني أسماء بارزة وأسماء لا ينكرها إلا جاحد يعني. فبالحق الوطني وبالحق الثوري وبحق الكفاح والاستشهاد كان ينبغي أن تكون للجالية اليمنية خصوصية كخصوصية الجالية الإيطالية، وأنا أقول هكذا الكلام عن ثقة يعني. كده الإيطاليين ديل يعني مستعمرين بيض وكده وبتاع. الجالية اليمنية ما كانت جالية مستعمرة، بل بالعكس، دخلوا في صلب المجتمع وتزوجوا وتصاهروا وساهموا وأنفقوا وتبرعوا وبنوا يعني من ينكر يعني. بل هنالك من رحل حتى من غير الثوار، من غير الجنود الذين التحقوا بالكفاح وحملوا السلاح. هنالك من الشهداء الذين استشهدوا من أجل المشروع الوطني، من من الأبرياء يعني، تجارا وغير ذلك يعني. ولذلك كان هو هذه المجموعة الحاكمة أي حاجة اسمها عربية وعندهم هستيريا منها، فتهاوى ذلك الصرح. وما كان باليد حيلة، عبد لله غيرنا كثيرون كانوا يتأسون، ولكن انهار الصرح فدخلت الجالية المدرسة الجالية العربية وتحول إلى مدرسة الأمل، وحيث لا أمل. وبالتالي أنا قلت يعني، عفوا استرسلت في الحديث عن دور اليمنيين الإرثريين من أصول يمنية لأؤكد هذا الحق. أنا لا يمكن أن أتحدث عن الأدب مراحل تطور الشعر اليمني الحديث قراءة تحليلية، وعبر هذه القناة المباركة لا أتحدث عن أو نشير إشارات عابرة عن دور اليمنيين الجالية اليمنية الذين أصبحوا إريتريين في إريتريا، في اللغة العربية وفي التجارة وفي بناء المساجد بيوت الله وفي المدارس والأوقاف. ولذلك هذه سانحة طيبة أن نشكر فيها الإخوة الأعزاء، الإخوة اليمنيين الإرثريين من أصول يمنية. هذه دراسة عزيزي المشاهد في هذه الحلقة، كما قلت يعني هي دراسة نوغشت في جامعة الأزهر الشريف بمصر، وهي فيها كم هائل من الأجزاء. في المقدمة يقول الكاتب: الحمد لله على جزيل آلائي وجميل نعمائي، والصلاة والسلام على أشرف رسله وأكرم أنبيائه، وتمام النبيين وخاتم المرسلين، محمد بن عبد الله، سيد العرب والعجم، وخير من وطئ الثرى على قدم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين تألقوا في سماء الإيمان وسمقوا مع فروع الإحسان، وأبدعوا في دراسة الحياة واتبعوا مسالك النجاة، وأضحوا مصابيح الهدى ومنارات الرشد. وبعد، فإن الشعر
هو فن الترجمة عن الوجدان والتعبير الصادق عن خلجات النفس، والإفصاح عن التجارب والأحداث التي يمر بها الإنسان في حياته، وتصوير ما يموج في المجتمع من أحداث وما يدور فيه من صراعات، وما يحدث فيه من ركود وخمول ونهضة وازدهار، وما يطرأ عليه من تطور في جميع مناحي الحياة. والشعر اليمني الحديث جزء أصيل من التراث الشعري في الأمة العربية، فهناك تلازم وتشابك ووشائج تربطه بهذه الأمة وأحداثها المختلفة سياسيا واجتماعيا وثقافيا وأدبيا. وكانت المعاناة القاسية التي عاشها الشعب اليمني الشقيق فيما قبل الثورة الأثر العميق في تشكيل وعي الشعراء اليمنيين أو اليمنيون، ومزجهم بين فنهم الشعري وواقعهم البائس الناجم عن الحكم والمحتل البريطاني الآثم في جنوب اليمن تحديدا. وزاد هذا المزج وتلك الصلة الوثيقة بين القطر اليمني وغيره من الأقطار العربية بعد الثورة اليمنية المباركة، وأقبل الشعراء اليمنيون يشيدون بالثورة وما حققته لهم من حرية، وما أتاحت لهم من الاتصال الكبير بالتطور الواسع للحركة الأدبية في الأقطار العربية. أنا سأكتفي بهذه المقدمة، وقبل أن ندلف، طبعا هذه مقدمة الدكتور عاطف عبد اللطيف السيد، اللي هو صاحب هذه القراءة التحليلية. لكن خلونا برضو نشير إشارة ولو عابرة على أن ما يشهده اليمن اليوم من صراعات سياسية، نحن لا نود أن نكون طرفا في هذا وذاك، لكن نأسف لما يشهده اليمن السعيد. يعني عندما تقول اليمن تقول اليمن السعيد، هكذا كان سعيدا يعني. وأينما حل اليمنيون في أي بلاد، عجمة كانت أو فصحى وعربية بمعنى، يحل السعد حقيقة، يعني سعدا في الخير والمال وما إلى ذلك. على الرغم من ذلك اليوم اليمن ذلك الذي كان سعيدا يعيش حياة في غاية السوء يعني. فنسأل الله بهذه في هذه اللحظات المباركات أن يعم السلام والأمن والاستقرار ربوع اليمن، وينعم آله وذويه ومحبيه بالخير والسلام، وأن تصمت وتسكت أصوات المدافع وأصوات القتل، ويعني يدفع المواطن اليمني يعني البريء المسكين تلك الفاتورة الباهظة جراء الحرب. وهي هكذا هي الحروب يدفع ثمنها أولئك الأبرياء. الرسالة أو الدراسة كما قلت عزيزي المشاهد هي دراسة مطولة، ولكن أنا سأنتقي شيئا مما يؤكد تطور الأدب اليمني في مراحل مختلفة. مما أشار إليه الدكتور، وطبعا عندما تقول شعراء اليمن طبعا كثر طبعا، لكن دائما أنا بالنسبة لي يأتي ويبرز عبد الله البردوني رحمة الله عليه، ذلك الشاعر الفيلسوف. فعبد الله البردوني رحمة الله عليه هو يعني من الشعراء الكبار، وهنالك طبعا شعراء كثر، ولا يذكر الشعر اليمني عندنا نحن الإريتريين، وإلا يذكر معه ذلك الشاعر الإريتري الراحل الشاعر المجيد عبد الرحمن سكاب رحمة الله عليه. وكنا قد تحدثنا عنه في أكثر من حلقة عبر هذه القناة المباركة، حيث قضى يعني دهرا من العمر في ذلك البلد السعيد، ويعني أصبح جزءا لا يتجزأ من ذلك
البلد الشقيق والبلد الحبيب يعني. وحقيقة يعني آه، الشعراء والأدباء اليمنيين يعني كانوا يكرمون إريتريا في ذلك الرمز، عبد الرحمن سكاب رحمة الله عليه يعني. فمن هنا برضو آه، نترحم على شاعرنا. يقول الدكتور: اقتضت هذه المواجهة، مواجهة المستعمر وما إلى ذلك، أن يوحدوا صفوفهم، شعراء اليمن يعني، ويتمثلوا القيم والمبادئ التي آمنوا بها ودعوا إليها تمثلا حقيقيا. فأشار الشاعر في قصيدته إلى مبادئ الشريعة، وهي القصيدة التي هي كانت أول صوت جمهوري للمعارضة اليمنية. والقصيدة هي آه، للشاعر الزبير. أنا خلوني أشوف اسمه بالكامل. أيوة، الشاعر الشهيد محمد محمود الزبيري. يعني كان له فضل السبق في قيادة الثورة اليمنية على الظلم والطغيان والاحتلال. وحقيقة هم الشعراء دائما والمبدعون هم الذين يشعلون فتيل الثورة، ويدفع أولئك المبدعون ثمن وقفتهم، ثم يأتي الانتهازيون وعلى رأسهم العسكر فيأخذوا ما زرعه أولئك المبدعون يعني الشاعر الزبيري واجه الاحتلال ورفض الظلم والطغيان، وكسر عزلة الشعر عن الحياة المعاصرة، وربط القصيدة اليمنية بالصراعات السياسية، وخير الشعب اليمني أو خيرهم بين طريقين لا ثالث لهما. فيقول: فإما أن نرضى وندفن وتدفن رؤوسنا في المقبرة الموحشة التي دفن فيها الشعب، وندخل فيما دخل فيه الأكثرون، فنأكل الجيف ونمتص الدماء ونعيش كما تعيش الدود في القبر أو نثور. إحدى الحسنيين: إما حياة لنا بالعز قد نسجت، أو روضة كللت بالدر والدرر، كما قلت أنا في واحدة من قصائدي يعني. فكانت لدعوته تلك للزبيري صدى كبيرا لدى الشعراء، حيث اختاروا طريق الثورة والنضال والكفاح. وللزبيري قصيدة رائعة مشهورة تمثل تلك المرحلة خير تمثيل، فهو يحافظ فيها على الإطار العام للقصيدة العربية القديمة، ويعبر من خلاله على روح العصر وما يكتنفه من نضال سياسي. كما تمثل هذه القصيدة، سنقرأ أبياتا منها: صوت الثورة المعلن من عدن ضد نظام الأئمة، كما تقول الدراسة، في صنعاء. فقد ألقى الزبيري هذه القصيدة في أول اجتماع عام للأحرار اليمنيين في عدن بعد عام 1943، أي بعد فرار الزبيري مع مجموعة من رفاقه الأحرار إلى عدن، وإعلانهم من هناك عن قيام حزب الأحرار اليمنيين المعارض. كما تعد هذه القصيدة أول صوت جمهوري للمعارضة اليمنية. حقيقة وأنا أطالع هذه القصيدة عزيزي المشاهد، أرجعتني إلى فترة كنت قد أشرت إليها في واحدة من الحلقات، وقد مشاركتي في الدورة المدرسية رقم 25 أيام النميري رحمة الله عليه في مدينة الدويم في منطقة النيل الأبيض بالقرب من الخرطوم يعني، حيث كان الاحتفال اليوبيل الفضي لبخت الرضا مع تأهيل المعلمين في السودان العزيز. فالقصيدة التي فازت علينا نحن الطلاب كانت يعني أنا كنت حافظ البيت الأول: سجل مكانك في التاريخ يا قلم، فمن هنا تبعث الأجيال والأمم. قرأت
البنت التي فازت علينا هي كانت في عمرنا الوقت، نحن في الثانوية يعني، والعبد لله كانت ثاني على مستوى السودان، وهي خرجت الأولى على مستوى، ومن مدينة الدويم. فأنا كنت أحسب أنه هذه القصيدة تتحدث، القصيدة التي ألقتها تحدث عن بخت الرضا وما إلى ذلك. اندهشت أنا عندما وجدت اليوم وأنا أعد لهذه الحلقة: فسجل مكانك في التاريخ يا قلم، فمن هنا تبعث الأجيال والأمم. فهل كانت هذه القصيدة التي ألقتها سنة كم؟ 85، قبل 39 عام؟ لا أدري والله، لكنني حافظ ذلك البيت، وهو الذي كتبت على بحره ورويه بعد كم 30 سنة، كما أشرت في ميميتي: سدد سهامك وامضي أيها العلم، واشفق على زمن أضناه ما وصم، وانشد رياح البلا في أمة رضيت عيش الهوان وفي أعناقها ذمم. الميمية الأولى اللي كتبت 120 بيتا يعني، كانت أولى المعلقات يعني، كتبتها قبل نعم 4 سنوات، وهي كانت رثاء للشيخ المجاهد الحاج موسى محمد نور رحمة الله عليه، عندما قضى نحبه في سجن الطاغية والزمرة الحاكمة. فقلت يا أخي ما هذه المهزلة يعني؟ وانشد رياح البلا في أمة رضيت عيش الهوان وفي أعناقها ذمم، قوم يلوك أساهم كلما نزلت بلوى على قبرهم أتتهم حمم، رهط إذا هتك الضليل عرضهم لاذوا بصمتهم يا ويحهم بكم، جمع إذا اغتصب الفرعون غادتهم باسوا يديه وفي طاعاته هرم، إذا تنادى همام أن هلم إلى سوح الحياض تعجب كيف ردهم، فمن يقول ترانا قد ألم بنا حكم الزمان وأزكى عندنا الألم، ومن يرى غير هذه في بلهنية لا ذل ينكأه لا الخوف لا الظلم، وإن دعاهم صفيق نحو مأدبة ساد التهكم فيها والبغضاء والسخم، صالوا وجالوا نشاما في عروضهم هتكا وفتكا وأمنا مع عدوهم، لا يسأمون حديثا في مهانتهم كأنهم قد نسوا أن الهوان هم، بكوا على وطن باعوا كرامته تصارعا في ثناه العي والرمم، إلى آخر الوجع. فكتبتها على ذلك البحر يعني. فاليوم أجد أنه هذه القصيدة للمعارض اليمني الزبيري الذي قال، دعوني أقرأ لكم أبياتا منها. يقول: سجل مكانك في التاريخ يا قلم، فها هنا تبعث الأجيال والأمم، هنا القلوب الأبيات التي اتحدت، هنا الحنان، هنا القربى، هنا الرحم، هنا الشريعة من مشكاتها لمعت، هنا العدالة والأخلاق والشيم، هنا العروبة في أبطالها وثبت، هنا الإباء، هنا العليا، هنا الشمم، هنا الكواكب كانت في مقابرها واليوم تشرق للدنيا وتبتسم، هنا الصوارم في الأغماد ثائرة، هنا الضياغم في الغابات تصطدم، هنا البراكين هبت من مضاجعها تطغى وتكتسح الطاغي وتلتهم، لسنا الأولى أيقظوها من مراقدها، الله أيقظها، والسخط والألم شعب تفلت من أغلال قاهره حرا فأجفل منه الظلم، والظلم نبى عن السجن ثم ارتد يهدمه كي لا تكبل فيه بعده قدم، قد طالما عذبوه وهو مصطبر وشد ما ظلموه وهو محتكم، أذاب مهجته فيهم فما اعترفوا بها ولا قنعوا منها ولا سئموا، إن القيود التي كانت على قدمي غدت سهاما من السجان تنتقم، إن الأنين الذي كنا نردده سرا غدا صيحة تصغى لها الأمم، والحق يبدأ في آهات مكتئب
وينتهي بزئير ملؤه نقم. نقم بالنقم وليس ناغم بالغين. لله در. قصيدة في غاية القوة، وفعلا جبهة. هذه جبهة مش جبهة عباي، دي جبهة يمنية كبرى يعني. جبهة عباي دي طبعا في الإطار الإريتري يعني معروفة يعني. انظر إلى هذا الشمم الكتابي الجميل يعني. ألقى الشاعر هذه القصيدة في أول اجتماع عام للأحرار اليمنيين في عدن 43، أي بعد أن فر الزبيري ومجموعة من رفاقه الأحرار إلى عدن، وأعلنوا هناك عن قيام حزب الأحرار اليمنيين المعارض. وهم بفرارهم هذا تمكنوا من الإفلات من بطش الطاغية في شمال اليمن إلى موقع المواجهة في جنوب اليمن. وقد اقتضت هذه المواجهة أن يوحدوا صفوفهم ويتمثلوا القيم والمبادئ التي آمنوا بها ودعوا إليها تمثلا حقيقيا. فأشار الشاعر في قصيدته إلى مبادئ الشريعة الإسلامية والعروبة التي أضحت قيما حية حاضرة في حياتهم بعد أن كانت قيما غائبة أو مغيبة عنهم. فصار الأحرار من خلال تمثلهم تلك القيم كواكب متألقة أو مشرقة بعد أن كانوا كواكب مقبورة، وصاروا سيوفا مسلولة أو ثائرة بعد أن كانوا صوارم مغمدة، وأضحوا ضياغم أي أسود جمع ضرغام مفترسة بعد أن كانوا ضياغم أليفة أو مدجنة ومكبلة في سجن السلطة. وصاروا براكين مزلزلة تكتسح الطاغي وتلتهمه بعد أن كانوا براكين نائمة وهب الشعب اليمني الذي كان مكبلا بأغلال الطواغيت. تلك القصيدة كما تقول الدراسة تمثل الكلاسيكية الجديدة في أبهى حللها، حيث تخلص فيها أو تخلص فيها عفوا من تعدد الأغراض والحشو اللفظي والمعنوي، وحاول أن يخرج بها نحو آفاق تعبيرية أرحب، حيث ربط بين تطوير القصيدة وتطوير مجتمعي. وفي القصيدة من سمات المرحلة وحدة الوزن والرؤى، فوزنها البسيط مستفعلا فاعلا مستفعلا فاعلا. حقيقة هنالك شعراء لا يعرفون علم العروض وأنا أحدهم يعني. أنا ما عندي علاقة بعلم العروض، لكن بالسليقة كده والسجية يعني. وأدرك أنه في خلل في هذا البيت، وبكتب بطريقة موزونة، إلا أحيانا برضو تتفلت مننا حاجات، لأننا نعيش عصر العجمة يعني. أنت لا يمكن أن تكتب تدلف إلى قصيدة تحاول أن تكتبها وحياتك كلها أنت يعني لا تتحدث الفصحى ولا تسمع الشعر كثير وما إلى ذلك. والله أنا مرات أقول يعني الحمد لله إنه بنكتب الشعر يا أخي يكفي أنك تعيش في بلد أعجمية كهذه. ولذلك أنا أقول الذين يعيشون في بلاد الفرنجة يعني أيا كانت غير العربية، تمسكوا على الأقل بحاجياتكم بأشيائكم يعني فيما يحيط بك يعني. على سبيل المثال يعني هذا الجوال حقيقة أنا أقول تأكيدا على أني رجل عروبي وأتمسك بعروبتي، لن تجد فيه اسما واحدا بغير العربية. حتى الاسم الخواجات أنا بكتبه بحروف عربية. يعني الهاتف هو معرب من هكذا، ولو فتحت يعني كل الأشياء هنا معربة عندي أنا. يعني حتى النافيجيتر ده اللي بيقول لك انه اتجه من هكذا وهكذا يعني الخارطة يعني. ولأدلل على ذلك عزيزي المشاهد، يعني أنت إذا لم تتمسك بلغتك فيما هو محيط بك أنت، فكيف تتمسك بها؟ يعني مثلا إذا أردت يعني أنا على سبيل المثال هذا إذا الصوت إن شاء الله يظهر لكم يعني أنا الاتجاه مباشرة إلى الجنوب
يقول لي الاتجاه مباشرة إلى الجنوب. الاتجاه مباشرة إلى الجنوب. الاتجاه، وحتى مكتوب تجنب تجنب مثلا، يعني أنا بس أقدم ذلك حتى ما أؤكد للمشاهد الكريم. تجنب رسوم رسائل الطريق. والعربية موجودة أحيانا لما عندما يركب معي بعض الأصدقاء وذاهبون إلى مكان ما جديد وأدخل، فأول ما يسمعوا اللغة، طبعا الجماعة كلهم تيرن ليفت تيرن رايت وهكذا بتاع باللغة الإنجليزية عاملين. فأول ما يسمعوا يقول لي كيف من أين لك أنت رجل عروب. فأقول لهم يا جماعة تمسكوا باللغة العربية. ما أنت الكلام الثاني بتتكلم وتتحدثوا، تمشي إلى مكان حتقول بليز جيف مي ذات، يعني أنت ما بتتحدث يعني. وما ذهبت إلى الطبيب حتتحدث في المكان يعني أنت بتتكلم بالحاجات، لكن فيما يتعلق بك أنت يعني تستخدم اللغة العربية. نافيجيتر أعمل الاتجاه نحو اليمين، الاتجاه نحو الشمال. لو قال لي بغير اللغة العربية يمكن والله ما ممكن تعمل لي لخبطة ما بفهم يعني. وهكذا. أنا أقول ذلك لأنك إذا لم تتمسك بلغتك وأنت خارج المنظومة العربية تتفلت منك هذه اللغة. أبعد من ذلك لا بد أن تستخدمها داخل البيت. وهذا ما أوصي به حتى ولاة الأمور الذين يأتون إلينا في المدرسة الأسبوعية. ولأجل هذا أنا أدرس اللغة العربية لأطفال ما دون يعني من عمر 7 6 ومن عمر 5. الله أسعد كثيرا عندما أدرسهم في مسجد من مساجد من بيوت الله هنا في مدينة ملبورن. نغدو إليهم صباح مساء يعني في البكور يعني. أتشرف عندما أقول لهم ألف باء تاء ثاء وهكذا يعني. ثم في هنالك فصول برضو شوية متقدمة يعني. كل ذلك ارتباطا يعني. نحاول أن نتحدث إليهم باللغة العربية وهكذا، لأنه ندرسهم اللغة العربية، الحروف العربية. يعني ينبغي أن نعتز والله أننا يعني نتحدث اللغة العربية. قيمة هذه اللغة غير القيمة الدينية والقرآن وما إلى ذلك. أتريد أن تفهم وتتأكد من مكانة هذه اللغة العربية؟ تحدث إلى غير العرب، فعندما يسألوك يقول لك ما هي لغتك الأم؟ لغتك الأم تقول لهم العربية. والله العظيم يكاد يطيرون فرحا لك أنك يقولون أنت رجل ثري. نحن لا نعرف إلا هذه اللغة الإنجليزية، واللغة الإنجليزية أفقر اللغات يعني. صحيح أفضل من الفرنسية وما إلى ذلك، يعني 650 ألف مفردة مقابل 12 مليون مفردة في اللغة العربية دون تكرار يعني. هذه لغة غنية يا أخي، لغة غنية وشريفة، ولغة الدين ولغة القرآن ولغة أهل الجنة. فاعتزوا أنكم تتحدثون هذه اللغة. وأنت من أن منذ أن تولد كمسلم تسمع اللغة العربية، الآذان بتسمع بالعربي. وأنت راحل برضو أشهد أن لا إله إلا الله برضو لازم تقولها باللغة العربية. وصلواتك كلها بالعربية. لا تقبل صلاتك إلا أن تتفصح. لا بد أن تقول الله أكبر. صلاة بدون الله أكبر هسي ترجمة لأي حاجة. هل هل الله أكبر دي ترجمة للغة الإنجليزية والفرنسية هي الله أكبر الحقيقية؟ لا. ولذلك الصلاة عماد الدين، وعماد الدين لا بد أن تكون بما نزلت به، لا بد أن تكون بالعربية. صحيح ممكن أن تقرأ معاني القرآن الكريم، معاني الأحاديث النبوية، معاني التفاسير وما إلى ذلك، لكن في هذه الصلاة لا بد أن تكون فصيحا عربيا أيا كان، روسي صيني ياباني أفريقي هندي أي حاجة. لا بد أن تقول الحمد لله هذه لغة عربية. فلا تكن علاقتك باللغة العربية هي علاقة بس بتاعت الصلاة وعلاقة القرآن تمسكه كده تقرأ لا تفهم. يعني أجعل حياتك هذه اللغة أجعلها هي قيمة حياتية عندك. ولذلك أنا دلفت إلى ذلك لأنه هذه القصيدة التي
أرجعتني إلى هناك. عزيزي المشاهد، سأتوقف قليلا لأقدم نموذج من شعر يمني. سنأتي ونقرأ قصيدة واحدة للشاعر الراحل الدكتور، طبعا دكتور في علم الشعر، عبد الله البردوني رحمة الله عليه. يمثل خلاصة التجربة اليمنية المعاصرة. فاصل قصير من قناة سلام وأعود إليكم بقصيدة من واحد من روائع القصائد للدكتور عبد الله البردوني رحمة الله عليه. هذه قناة سلام الإعلامية المباركة، وتتابعون من خلالها أيها السادة والسيدات برنامج مع اللغة العربية، وهذه الحلقة رقم 148 بحمده تعالى. أعود إليكم بعد قليل. أيها المشاهدون الكرام، ها نحن عدنا إليكم بحمده تعالى، ولم يتبقى لنا إلا بضع دقائق. فكما وعدناكم نختم هذه الحلقة بأشهر قصيدة للشاعر اليمني الكبير عبد الله البردوني، والتي عنوانها أبو تمام وعروبة اليوم. يقول الأستاذ الشاعر الكبير عبد الله البردوني في قصيدة أبو تمام وعروبة اليوم، وهو يرد على الشاعر أبو تمام في في تلك القصيدة الشهيرة فتحة عمورية. وحتى لا نخرج من الموضوع، أنا سأدخل مباشرة في القصيدة، ولكن إن شاء الله ربما نأتي في يوم من الأيام ونقدم قراءة من شاعر اليمن الكبير عبد الله البردوني رحمة الله عليه. يقول البردوني في أبو تمام وعروبة اليوم: ما أصدق السيف، ما أصدق السيف إن لم يمضه الكذب، وأكذب السيف إن لم يصدغ الغضب. بيض الصفائح أهدى حين تحملها أيد، إذا غلبت يعلو بها الغلب. وأقبح النصر نصر الأقوياء بلا فهم، سوى فهم كم باعوا وكم كسبوا. أهدى من الجهل علم يطمئن إلى أنصاف ناس طغوا بالعلم واغتصبوا. قالوا هم البشر الأرقى وما أكلوا شيئا كما أكلوا الإنسان أو شربوا. ماذا جرى يا أبا تمام؟ تسألني؟ عفوا، سأروي ولا تسأل. وما السبب؟ يدمي السؤال حياء حين نسأله، كيف احتفت بالعدا حيف أو النقب. من ذا يلبي أما إصرار معتصم؟ كلا وأخزى من الإفشين ما صلبوا. اليوم عادت علوج الروم فاتحة، وموطن العرب المسلوب والسلب. ماذا فعلنا؟ غضبنا كالرجال ولم نصدق، وقد صدغ التنجيم والكتب. فأطفأت شهب الميراج أنجمنا وشمسنا، وتحدت نارها الحطب. وقاتلت دوننا الأبواق صامدة، أما الرجال
فماتوا ثم أو هربوا. حكامنا إن تصدوا للحمى اقتحموا، وإن تصدى له المستعمر انسحبوا. هم يفرشون لجيش الغزو أعينهم، ويدعون وثوبا قبل أن يثبوا. الحاكمون وواشنطن حكومتهم، واللامعون وما شعوا وما غربوا. القاتلون نبوغ الشعب ترضية للمعتدين، وما أجدتهم القرب. لهم شموخ المثنى ظاهرا، ولهم هوى إلى بابك الخرمي ينتسب. ماذا ترى يا أبا تمام؟ هل كذبت أحسابنا، أو تناسى عرقه الذهب؟ عروبة اليوم أخرى لا ينم على وجودها اسم، ولا لون ولا لقب. 90,000 لعمورية تقدوا، وللمنجم قالوا إننا الشهب. قيل انتظار قطاف الكرم، ما انتظروا نضج العناقيد، لكن قبلها التهبوا. واليوم 90 مليونا وما بلغوا نضجا، وقد عصر الزيتون والعنب. تنسى الرؤوس العوالي نار نخوتها، إذا امتطاها إلى أسيادها الذنب. حبيب، وافيت من صنعاء يحملني نسر، وخلف ضلوعي يلهث العرب. ماذا أحدث عن صنعاء يا أبتي؟ مليحة عاشقاها السل والجرب. ماتت بصندوق وضاح بلا ثمن، ولم يمت في حشاها العشق والطرب. كانت تراقب صبح البعث فانبعثت في الحلم، ثم ارتمت تغفو وتقترب. لكنها رغم بخل الغيث ما برحت حبلى، وفي بطنها قحطان أو كرب. وفي أسى مقلتيها يغتلي يمن، ثان كحلم الصبا ينأى ويقترب. حبيب، تسأل عن حالي وكيف أنا، شبابة في شفاه الريح تنتحب. كانت بلادك رحلا ظهر ناجية، أما بلادي فلا ظهر ولا غبب. رعيت كل جديب لحم راحلة، رعيت كل جديب لحم راحلة كانت رعته، وماء الروض ينسكب. ورحت من سفر مضن إلى سفر أضنى، لأن طريق الراحة انتهب. لكن أنا راحل في غير ما سفر، رحلي دمي وطريق الجمر والحطب. إذا امتطيت ركابا للنوى، فأنا في داخلي أمتطي ناري وأغترب. قبري ومأساتي، قبري ومأساة بلادي على كتفي، وحولي العدم المنفوخ والصخب. حبيب، هذا صداك اليوم أنشده، لكن لماذا ترى وجهي وتكتئب؟ ماذا أتعجب من شيبي على صغري؟ إني ولدت عجوزا، كيف تعتجب؟ واليوم أذوي وطيش الفن يعزفني، والأربعون على خدي يتلتهب. كذا إذا كذا إذا ابيض إيناع الحياة على وجه الأديب، أضاء الفكر والأدب. وأنت
من شبت قبل الأربعين على نار الحماسة تجلوها، وتنتخب وتجتدي كل لص مترف هبة، وأنت تعطيه شعرا فوق ما يهب. شرقت، غربت منوال إلى ملك، يحثك الفقر أو يقتادك الطلب. شرقت، غربت منوال إلى ملك، يحثك الفقر أو يقتادك الطلب. طوفت حتى وصلت الموصل، انطفأت فيك الأماني ولم يشبع لها أرب. لكن موت المجيد الفذ يبدأه ولادة من صباها ترضع الحقب. حبيب، ما زال في عينيك أسئلة تبدو وتنسى حكاياها فتنتقب، وما تزال بحلقي ألف مبكية من رهبة البوح تستحي وتضطرب. يكفيك أن عدانا أهدروا دمنا، ونحن من دمنا نحسو ونحتلب. يكفيك أن عدانا أهدروا دمنا، ونحن من دمنا نحسو ونحتلب. سحائب الغزو تشوينا وتحجبنا، يوما ستحبل من إرعادنا السحب. ألا ترى يا أبا تمام بارقنا، إن السماء ترجى حين تحتجب. عبد الله البردوني رحمة الله عليه. أيها المشاهدون الكرام، كنتم مع حلقة في برنامج مع اللغة العربية، وقد تحدثنا فيها عن ملامح من الشعر اليمني الحديث، وختمناها بقصيدة أبو تمام وعروبة اليوم للشاعر اليمني الكبير عبد الله البردوني رحمة الله عليه. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. ويقول الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. قدم لكم هذه الحلقة وأعدها محدثكم أحمد شريف من قناة سلام الإعلامية المباركة. تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.